ازاي وليه نقيس تخان الدهان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض انواع الدهانات دايما بيبقى توصيفها مربوط بتخانات معينة، ودايما الدهانات دي بيكون الغرض الاساسي منها في الاغلب هو الحماية، زي الدهانات الايبوكسية المقاومة للكيماويات، زي دهانات الجلفنة او الجلفنة اللي هي تصنف في الاول وفي الاخر على انها نوع من انواع الدهان، لان هي الغرض منها حماية الكتلة المعدنية اللي تحتها من الصدى. فايا كان نوع الدهان اللي انت بتستخدمه، ولكن ممكن تلاقي معاه توصيف ان هو محتاج تخانة قد كده. الوحدة عادة بتبقى بالميكرون. طب احنا ازاي نتأكد ان عدد الوشوش اللي احنا اشتغلناها بتحقق التخانة المطلوبة؟ من خلال جهاز اسمه الدي اف تي بنقدر نحدد التخانة اللي وصلنا لها بعدد الوشوش اللي احنا اديناها للعنصر اللي قدامنا، سواء كانت حيطة مثلا بتاعت خزان بندهنها بايبوكسي، سواء قطعة معدنية مجلفنة. بمجرد استخدام الجهاز ده، واللي هو يعني شكله بسيط جدا، هو عبارة عن حاجة صغيرة كده شبه الموبايل، طالع منها حاجة كده أشبه بالسماعة. بنوجه السنسور ده على العنصر اللي احنا عايزين نقيس التخانة بتاعته، ولكن قبل ما نوجه وناخد القرايات بتاعتنا بنعاير الجهاز أو بنتأكد من معايرة الجهاز، لأن هو بيبقى جاي معاه 3 أو 4 شرايح، كل شريحة منهم ليها تخانة ستاندر ومكتوب عليها التخانة بتاعتها. فبنتحكم من خلال الجهاز، بنقول له ان احنا مثلا هنقرا الشريحه الزيرو، وبعد كده نوجه السنسور باتجاه الزيرو، ومثلا بعد كده ال100 ونوجه السنسور لل100، ال200 ونوجه السنسور لل200، وبكده يكون الجهاز عاير نفسه بنفسه. بعد العمليه دي بنبدا ناخد القرايات على الجزء اللي احنا عايزينه، سواء كنا هنقيس على حيطه بتاعت خزان مدهونه، سواء هنقيس على قطعه معدنيه مجلفنه، ايا كان الايتم اللي احنا شغالين عليه. نبدا نقيس ونشوف هل احنا حققنا التخانة المطلوبة بالنسبة للمادة دي ولا لأ. وبما إن في الأول وفي الآخر الغرض من اللي إحنا بنعمله ده إن إحنا نتأكد من عدد أو بنتأكد من التخانة بتاعة الدهان، ففي حالة إن العنصر اللي قدامنا ما وفاش، إحنا مثلا مطلوب إن إحنا نقيس 100 ميكرون أو 120 ميكرون ولقيناه مش محقق، ده معناه إن إحنا محتاجين وش تاني، ولو هي جلفنة فإحنا محتاجين إعادة جلفنة تاني عشان نوصل للرقم المطلوب. وبس كده، ده الموضوع باختصار شديد جدا جدا. أنا محمد الدرملي، ودي الزتونة شغل جودة.